بسم الله. اليوم رجعت لكم بعد طول الغياب لانه طبخات صارت هواية ما مسوية. فاليوم رجعت لكم. اني يعني الطبخة مسويتها قبل، انه هي محشي باذنجان، بس هاي قوارب باذنجان. الباذنجان كلش كبير، كبيرة الباذنجانة، قصيتها بالنص. ورديت قصيتها يعني بالوسط لانه كلش طويلة. المهم، من حفرتها اخذت جزء من الباذنجان اللي حفرته، سلمته ناعم، وخليت جزء الفوقاني قبر، يعني اسويه قبر للباذنجان. وهذا معجون حمسته، ولا من حمس خليت له مي، ولا من هسه يعني اكمل الحشو هاي. وهذا الحشو حشو جزء مال بطن الباذنجان، ثرمته كلش ناعم خضيته وصفيته لانه شويه بلش يسود. وثرمت الكرفس. طبعا انا هاي الاكلات ضروري الكرفس، ما احب المعدنوس طعمها. بالاكلات الحاره المعدنوس ما هلقد طيب. طماطة، يعني المحشي باذنجان ما اخلي له طماطة، اخلي له تمن. يعني شلون التمن العنبر، دقة اذا عندي موجود اخلي له. المهم هاي هسه بي طماطة وبي لحم وبي بطن الباذنجان والكرفس. بصل نهائيا ما اخلي اني للمحشي مال الباذنجان. اني هسه ححشي الباذنجانات وياكم. بسم الله. طبعا خليت لها ملح وفلفل اسود للحشو، وويا المعجون خليت هم ملح وليمون دوزي وفلفل اسود وفلفل احمر الحار. يصير شويونة بلداعة على قولة الخلايجة، لسع الاكل يعني يصير يعني اذا اقولها حرارة يا مشكلة. لابد نقول الاكل شوية يحتاج له حار، يعني ما طيب اذا مو بالاخص هاي الاكلات. يعني اني ما كنت اخلي لها، بس اكلت مرة بالطريق مال والله كنا راجعين من العراق على طريق دوزجة، يعني المطعم الدوزجة كان بحيث الزلاطة مالتهم تشوي، يعني شلون الهنود مثل ما يوصفوهم اكلهم كلش حار، هيجي كان يعني. بس كان كلش طيب، وهو هم تبسي مال باذنجان، يعني ما كنت اتصوره يطلع هيجي طيب. يعني احنا ما نخلي فلفل اسود، الفلفل الاسود ما ينطي هيجي يعني طعم. وجربته بالتمن الاحمر لان هم عندهم معجون الفليفله، فنخليه نضيفه من نسوي تمن احمر همينه نطبخه بالمعجون. نخلي شويونه، يعني نخلي المعجون الاعتيادي، بس هسه حاليا ما عندي، يعني ينطي طعم كلش طيب. وهذا القبغ اللي قلت لكم عليه، هو طبعا ما هاي القبغ كله زين، بس يعني ما اعرف اني ذيك المره هم سويته بهالطريقه، يعني هيك مجرد فيكه مو اجزاء. بعدين يطلع القبض مو على قدهن، بس لا اني سويت هي سبتها ما انقطع. طبعا هذا اني هسه من حضيف للماي، اخليه شوي هنا يسخن الماي، يعني مو هسه احطه بالفرن، يعني 10 دقائق هيجي واخليه بالفرن حتى الفوق همينه يتحمص. ان شاء الله تعجبكم. طبعا هاي الطبخة بدون تمن،
اليوم اني البارحة سلقت معكرونة، فبقت عندي حسوي زلاطة مال معكرونة. هسه همين تشوفون طريقتها، واني همين منزلة طريقتها، بس هي عجبني اسويها ويا ما دام هي باقي معكرونة، بس اثرملها كافة. العفو، هم اخلي كافس، هم تصير طايبة. اني كافس احبه وايد اكثر من المعدنوس. المعدنوس احبه بس بالتبولة. هاي سبحان الله، كل واحد اكو ناس تقول يعني طيب بالبورق، اني ما اشوفه طيب بالبورق. احب الكرفس بالبورق، احب يعني هاي الطبخات اخلي الكرفس، حتى بالدولمة اضيف الكرفس والشبن همينة. يعني هاي ما اعرف، اني هم زين دا القي كرفس هنا. بالبداية احنا ما كنا نلقي، يجي وقت ما عندهم كرفس. خذت بذر وما زرعته والله. مع العلم اني عندي يعني سنادين وهاي اقدر ازرع بيه، بس ما ادري وش ما زرعت. اضوق الملح والحامض. اوكي تمام كلش. هسه اتركه شوي يستوي اللحم، لان هو اللحم ما مستوي ما مسلوق. سويته فبس يستوي شوي او اخليه تقريبا ما ينشف، اخليه بالفرن وستشوفون النتيجة النهائية ان شاء الله. وعاشت ايدي بالف عافية. وهذا الغدا جهز. هاي سلطة المعكرونة، تبسي الباذنجان، وهذا طبعا طرشي من صديقتي بثوم العجم، اني ما اكله. عاشت ايديها طبعا حتى لو ما اكله. وهذا لبن بالقاطون، هذا البذر اللي اني نزلت لكم عنه، هذا ويا الاكل اسويه ويا اللبن اكله. وهاي الطرش مالتي قرنبيط ولهانة بلا ثوم عجم، ثوم عادي يعني وكرفس. والخل اشتري اني خل مال عنب، لان هنا ماكو خل مال تمر، بس عندي خل مال تمر مال خالتي اضيفه اله، جبته من عندها من العراق، بعد عندي موجود والحمد لله على النعمة. هذا طبعا الاكل بلي تمن وبلي خبز استعاضينا عنه بالمعكرونة، وان شاء الله يعجبكم تاخذون الفكرة. اكيد هواية يسووها هاي الاكلة.